في ظلال النيل العريق حيث تتناثر قصص الحب بين رمال الزمن، هناك العديد من الحكايات التي ما زالت تحيي قلوبنا وتثير فضولنا حتى اليوم. يأخذنا برنامج قناديل التاريخ في رحلة عبر الزمن لمصر القديمة، حيث العظمة والأسرار والعواطف التي خلدها التاريخ في معابدها المهيبة وأهراماتها الشامخة. عاش حكام وملوك حملوا في قلوبهم قصص حب حقيقية مليئة بالعاطفة والتضحية والتحدي أمام الزمن والمصير. المصري القديم عرف الحب بكلمة وهي كلمة مرن، مرين الهيروغليفي يعني محبوب، مريت يعني محبوبة. في برديات ونصوص مصرية قديمة بتؤكد إن المصري القديم أطلق على مصر لقب طا ومرت. طا في اللغة المصرية القديمة يعني أرض، مرت يعني محبوبة، يعني أرض محبوبة، سمى بلده أرض محبوبة. ده بيبين قد إيه المصري القديم كان عاشق ومحب جدا لمصر لدرجة إنه سماها أرض محبوبة. أحلى هدية أهداها زوج لزوجته في مصر القديمة إنه أهداها معبد منحوت في الجبل في أبو سمبل. يا ترى مين؟ هي التي من أجلها تشرق الشمس. رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري. نفرتاري جميلة الجميلات. رمسيس الثاني بنى لزوجته نفرتاري معبد في أبو سمبل، هي الوحيدة من زوجاته اللي بنى ليها معبد خاص بيها، ده غير اللي بنى ليها مقبرة من أكبر مقابر الدولة الحديثة في وادي الملكات. على واجهة المعبد اللي عمله زوجته هنلاقي هي التي من أجلها تشرق الشمس محفورة على جدران أبو سمبل. من القصص الجميلة اللي بتدل على المساندة والتضحية قصة الملك إياه حاتب والملك سكننرع. إياه حاتب قائدة عسكرية، هي أم الملك أحمس، زوجها سكننرع ملك مصري. سكننرع من أوائل الناس اللي حاربوا الهكسوس، وقفت جنبه وساندته لما كان بيدافع عن بلده ضد الهكسوس. أول ما بدأ القتال لطرد الهكسوس من مصر ومساندة زوجته سيدة الحروب، كانت بتساند زوجها، ولكن للأسف استشهد سكننرع وهو يدافع عن أرض مصر. من القصص الرائعة معانا النهارده قصة الملك أحمس نفرتاري والملك أحمس. أحمس نفرتاري هي بنت الملكة إياه حاتب وابنة الملك سكننرع وحفيدة الملكة تيتي شيري. تزوجت من الملك البطل المحارب المصري من الهكسوس. أحمس نفرتاري ملكة عظيمة لعبت دور بارز ومهم جدا مع زوجها الملك أحمس في طرد الهكسوس من مصر. في العالم القديم كان في قصة حب تجمع بين ملك وملكة، قصة ستظل محفورة في التاريخ. تلك العلاقة اللي تجاوزت حدود العرش لتصبح رمزا من رموز الحب الحقيقي في أقوى حضارة عرفها التاريخ، قصة الملك إمنحتب الثالث وزوجته الملكة تيمي. الملك إمنحتب الثالث واحد من أعظم ملوك الأسرة ال18، هو ابن الملك تحتمس الرابع، هو كان ملكي من دماء ملكية. في عصره مصر وصلت لمرحلة من الغنى والثراء، تماثيله مميزة جدا. أعجب بتي. الملكة تي كانت بتتمتع بشخصية قوية وجذابة، هي بنت تويا ويويا من عامة الشعب من مدينة أخميم. المشكلة هنا إن هي كانت من عامة الشعب، ما كانتش ملكية، وهو كان من دماء ملكية. على الرغم من كده تحدى العالم كله وتزوجها. إمنحتب التالت كان بيعامل زوجته الملكة دي بطريقة تختلف عن معاملة الملوك لزوجاتهم. إزاي؟ عدم إظهار الزوجة الملكة بجانب زوجها في التماثيل والرسوم إلا في مناسبات معينة، وكمان لو ظهرت جنبه كان بيتم تمييز الصورة أو إن هما بيمثلوا الملك بحجم كبير. ولكن الملك إمنحتب التالت كان مختلف عن باقي الملوك. عمل إيه؟ عمل لها تمثال نفس حجم تمثاله، وده غير الطبيعي. كمان المميز في التمثال هنلاحظ إن الملكة دي حاطة إيديها في ظهر الملك إمنحتب التالت، دليل على مساندتها ليه في حكم مصر. من القصص الجميلة معانا النهارده قصة قطر ندى والخليفة العباسي. قطر ندى بنت خمراوي، خمراوي بيكون ابن أحمد ابن طولون. خمراوي تعب من فكرة الاضطراب مع بغداد ومع الخلافة العباسية، وفكر فيما يعرف بالزواج السياسي. يعني إيه؟ يعني هو يجوز بنته قطر ندى لابن الخليفة علشان يكون في جواز ونسب. اللي حصل إن الخليفة رفض إن هو يزوجها لابنه، الخليفة نفسه هو اللي تزوجها. هنا الهدف بتاع خمراوية زاد والحلم زاد وعجبته الفكرة، ولكن قلبت ضد مصر. ليه؟ علشان هيناسب الخليفة، فلازم يجهز بنته جهاز يليق بالخليفة.
الكلام اللي كتبه المؤرخين عن جهاز قطر الندى للخليفة إن كان في موكب من الجنين مستمر من القطائع لبغداد دون توقف محملة بالأجهزة بتاعة قطر الندى. بعض المؤرخين المقريزي قال إن في كل مدينة بين القطائع وبغداد قصر بيدولها علشان تستريح فيه شهر. بعد كده توفيت بعد 5 سنوات من زواجها ودفنت في بغداد وهو مات بعدها حزنا عليها. من أشهر قصص الحب في التاريخ المصري القديم قصة الملك أخناتون وزوجته نفرتيتي. الملك أخناتون من أهم الحكام في مصر القديمة، هو ابن الملك أمنحتب الثالث، أول ملك بيجسد مشاعر الحب والمودة مع عائلته بشكل لوحة فنية. المفاجأة إن اللوحة دي موجودة على البطاقة الشخصية بتاعتنا من ورا في ظهر البطاقة. على اللوحة هنشوف مع بعض مناظر الحب والوفاء والإخلاص، القعدات العائلية، أخناتون، زوجته نفرتيتي وبناتهم. اللوحة دي تعتبر من أجمل اللوحات اللي بتجمع بين نفرتيتي وزوجها وأولادهم، كانت بتدعمهم في الإصلاحات الدينية والإدارية والاجتماعية. لكن مع كل سر من أسرار الحب في مصر القديمة تظل الأسئلة بلا إجابة، وكأن الزمن يخفي لنا شيئا أعمق، فهل ستظل هذه الأسرار مدفونة إلى الأبد؟ في الحلقة القادمة من قناديل التاريخ سنكشف معها عن أحد أقدم معالم التاريخ العثماني في مصر. هل أنتم مستعدون لاكتشاف ما يخفيه الزمن؟ تابعوني. حبيت أشارك معاكم قصص جميلة من تاريخنا، وقبل ما أختم قولولي في التعليقات إيه أكتر قصة عجبتكم.